السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم طيبين وبخير إن شاء الله. لو سمحت السودان المحترم يخليه على جنب كده، ابن الناس ابن الأصول، إنما المرتزق السفل أولاد الوسخة يجوا لي بلد ولا تعالى. حضارة إيه اللي بتتكلم عنها أبو حضارة أنت؟ حضارة إيه هذا اللي حضارة عندك يا أنت يا؟ فينا محافظتين في الصعيد اسمهم أسوان والأقصر، دولة فيهم تلتين آثار العالم يا بني آدم. موجودين عندنا، فين الحضاره اللي عندك؟ اما بالنسبه لشغلانه البواب، شغلانه البواب معروفه مين يا ولد كويس، فما تخلينيش انزل في مصر دلوقتي واصور العماير مين اللي قدام موجودين. ثاني شيء انت يا مرتزق يا ابن المرأة، انت لاجئ في بلاد الناس ولايق في كل حته وجاي تشطر علينا احنا، جاي تعمل حضاره علينا احنا. طيب ما تقول حضارتك وافتخر بحضارتك انت وقول انا السودان وربنا يوفقكم وربنا يعينكم، انما تجي تتنطط على المصريين، تتنطط على صاحب العمارة، وصاحب العمارة لما يسجد ويعدي ويعمل خاطر وقيمة للبواب وقعدوا جنبه يقوم البواب عاوز ياخذ مكانه، انتوا قبلوا ولا في حاجة في دماغكم يا بني آدمين؟ ثاني شيء الجماعة اللي تبع المنظمات بتاعت الافروسنتريك، الجماعة بتاعت السودان اللي أم الدنيا وآخر الدنيا آخر. يا أخي بص لبلدك يا أخي، يا أخي عيب عليك يا راجل، عيب بص على بلدك يا راجل، مقسم ومشتت. أنا أتمنى الخير للسودان يا بني آدم، بس ما تجيش على حد، ما تجيش تتكلم في بلدي، ما تجيش تحط بوزك جوا بلدي. شايلينك وعم قاعدين وسط مننا و20,000 طالب سوداني بيتعلموا في مصر والمدارس مفتوحه والكليات والسوبر ماركت وكل حاجه. يا حبيبي بالنسبه لك مصر انت الكويت يا ابني، فوق يا ابني فوق. ما تخليش ابو راها في فتن ما بينك وما بين الشعب المصري، ما تخليش شويه المرتزقه دول يلخبطوا الدنيا في بعضيهم. زعلتوا انتوا لما جبنا، بس انا طلعت وقلت السودان دي تبعنا، دي اللي زعلتكم. ما بالكم بقى انتوا ابو رهب وغيره وامثاله مرتزقه من الشعب السوداني، لمجرد اننا واحد بس طلع ورد على اهاناتكم المصريين اللي بدأتم شغالين فيها سنين. اولاد الرداسه والله العظيم ما في رداسه غيرك انت وامك. زي ما كل دوله فيها ناس محترمه فيها ناس مرتزقه، فيها جماعه لوايطه، فيها جماعه اصلا اقسم بالله ولا لهم اصل ولا دين ولا تربيه. وزي اللي موجودين دول في السودان يا اخواننا حاليا المرتزقه اللي متصدرين المشهد معظمهم اريتريين ومن تشاد ومن اثيوبيا ومن هنا ومن هنا. كان انت ما عارفش مين ابوك اصلا، انتوا يا شويه مرتزقه انتوا مش عارفين ابوكم مين. الواد مش عارف ابوه اريتري ولا اثيوبي ولا بتاع ولا ما هو. مش عايز اتكلم انا في تاريخ وادخل في حوارات، وربنا يعلم اني قسما بالله العظيم لا اقصد فتنه ولا احب الفتنه. شعب السودان المحترم فوق راسه وجزمته فوق راسه، انما المرتزقه ابن الكلب ده ملوش اي اساس ولا له اي مله، ولحد لك بالجزمه وكل يوم لحطلع اهينك وهين اللي خلفوك لحد ما تحترم نفسك وعارفك ان المصريين اسيادك واسياد اللي خلفوك. احساس بالنقص دائما يعني ايه؟ هو شغال اصلا بواب فيجي يتهمنا الروح بتوع اسوان انتوا شغالين بواب، انتوا بني ادمين درجه ثانيه، انتوا ما حدش معترف بكم. يا حبيبي احنا مصريين يخرب بيت امك، افهم يا دحش احنا عندناش الكلام ده. احنا يا زي عندكم هناك الشمال لوحده والشرق لوحده ودارفور لوحده والجنوب لوحده، بلدك غير السمد. انت فاكر ان الفتنه بتاعتك بتحاول تزرعها ما بين ابناء الشعب المصري ده حتمشي معانا؟ لا كان غير غشطر يا راجل، ده هرسوس وتتار علي الطلاق ما في حد قاعد فيها ولا في حد علم ده. احنا بالعكس احنا اللي بنعلم في الاستعمار. وبعدين يا ناقص يا ابني الناقص دول العالم كلها تعرضت لاحتلال، المملكه الايطاليه والاشوريين والفرس كثير، التاريخ كبير بس انت جاهل. وانا خساره اضيع وقت واضيع مجهودي في اشرح لواحد زي جدا متخلف. واكثر حاجه يا شويه مرتزقه اللي مضيعاكم مضيع لكم هي الفتنه والقبليه اللي موجوده عندكم والنعره الكذابه، ان انتم شايفين نفسكم احسن من الناس. ايش حتحسن من حد؟ لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى. وانا بحب واعز الناس كلها، بس انما تاجي وتقول لي ادبك علي وعلى بلدي وانا امي قاعده معززه مكرمه في البيت زي امهات كثير وتتهمني ان رقاصات عشان انت شايف اذا عبد مثلا ولا كام واحده وسخه عندنا موجودات تسيء لبلد كامله وتتهمها انها رقاصات. طيب انت ترضاها الكلام ده في امك؟ ترضاه في اختك؟ احنا رد فعلكم انتوا اللي شغالين وسط. حتى يا راجل انتوا فريقنا من كام يوم عندكم يلعبوا يا اولاد الرقاصه وضربتوا الواد وبتاع، دي اصول واحترام دي. قبل ما تعيبوا على الناس بصوا لعيوبكم واصلحوا حال بلدكم بدل ما انتم شاغلين بالكم بحاجات في اوهام مش حتحصل الا بخيالكم انتم. سيبكم من النعره الكذابه دي بصوا لبلدكم يا راجل، يا راجل بصوا لبلدكم شوفوا عملوا فيها او غيروا فيها. واحنا استحاله طبعا حنتخلى عن الشعب السوداني الشقيق الناس المحترمه اللي فيه، انما بعض المرتزقه هم المتصدرين المشهد وفاكرين ان دول اغلبيه، لا انما دول قله قليله، دول بالجزمه اديهم والله بالجزمه العين اديهم راس المرتزقه دي احنا تلاقي لهم ياك. انت فاكر انت لما تشتمني وتطلع تشتمني في السوشيال ميديا انا حقعد ساكت ليك عشان انا مؤدب ومحترم وابن ناس؟ لا ده انا هينك وهين ابوك وهين اللي خلفوك وهين جدك من قبله واطلعه. يا ده انا صعيدي يا دي يا ابن المرأة، يا ده انا صعيدي يا ابن المرأة يا ابن البواب. يا راجل ده احنا عندنا فتح وبس حورس بمعبد حورس ده في الدنيا باللي فيه.
يا ريت الاجانب بتجي من كل العالم في الدنيا عشان تتصور جنب اثارنا وتاريخنا وحضارتنا، وانت تاجي بمنتهى السهوله عايز تسردها، عايز تقول الحضاره دي والسودان ابو الدنيا ومصر ام الدنيا والسودان ام الدنيا وابو الدنيا. ابو الدنيا وين يا صاحبي؟ يا صاحبي بالفعل يا صاحبي ركز يا بني ادم، افهم يا حبيبي، سوداني يا محترم افهم يا حبيبي. دول عاوزون الفتنه والفرقه، دول عايزين يدخلونا ببعض، عايزين الامور تبقى لطيفه ما بين الشعب المصري وما بين الشعب السوداني، عشان كده هتلاقي دايما النعره الكذابه عند الجماعه بتوع التواصل الاجتماعي، دايما تلاقيهم يبث الفتنه، وانا الحمد لله ولا عايز بس فتنه ولا عايز ابداع ولا عايز حاجه من الكلام ده، انا بمجرد بني ادم انذكرت اسوان وواحد طلع بيقول انا هرفع العلم السوداني في اسوان، علي الطلاق بالثلاثه ارفع فوق قبر امك. اوعى تفتكر يا دي هايف يا ابن الهايف يا اللي ملموم من شتات افريقيا ان كلامك ده ولا تعليقاتك السيئه دي حتسيء لي، ولا انا بعمل اعتبار لك انت ولا لقبيلتك، انا فاضي لك ولا لقبيلتك، احنا عندنا معالمنا ونعمر في مصر ونسوي، ولا فاضيين للكلام الفاضي العطيل، ولا عندنا وقت المهاترات، انا طالع بس ارد على شويه المرتزقه ديت عشان ما يحصلش لبس انه عند السودانيين، انا دايما كلام الاشخاص وليس لشعب كامل، لا انا بدل من المرتزقه واولاد الوسخه واولاد الزواني واولاد المعرسين اللي جايين من شتات افريقيا وعايزين يعملوا رجاله. فسيبكم من المنظمات اللي بتدعو للفتنه والفرقه والطائفيه دي وعايزين يفرقوا ما بين الشعوب وما بين بعضيها، هم عايزينك مشتت يا بني ادم افهم، هم عايزين يلبسوك في راس المدفع، احدش قادر على مصر، والله ما حد قادر عليها ولا حد حيقدر عليها، والفتنه والفرقه اللي بتدعوا لها دايما دي فئه واللي انتم عايزين، لا المواطنين اسوانيين دول اسوانيين درجه ثانيه. يا ابن محمد حسن طنطاوي كان وزير الدفاع، كان وزير دفاع لمصر، فاحنا ناس ماخذين حقنا ثالث ومثلث، احنا ناس مصريين ومواطنين مصريين نتمتع بكامل الحقوق اللي بتمتع بها اي مصري، انما انت عندك عمده النقص، انت دايما عشان انت شغال بواب حقير وقصر مع كامل الاحترام للبوابين المحترمين وشغلانه مهنه شريفه، على الاقل ما بيبعتوش حريمهم عشان يشتغلوا في الدعاره ويجيبوا لها قروش عشان ياكلوا منها وهم قاعدين في السودان، يا شويه مرتزقه يا اولاد المرأة. من بدايه كلامي لما طلعت اتكلم في مشكله حاصله عندي في اسوان، بقول يا اخواننا فيها الحريم بتاعت الشاي، ستات الشاي زي ما بقولوا عليهم، من يوم ما نزلت فيديو وقلت يا اخواننا لو سمحتوا الجماعه السودانيين المحترمين يخلوا بالهم لان في ناس تشاديين واريتريين والناس اللي حوالين منهم ماخذين الجنسيه السودانيه وداخلين اسوان شغالين في الدعاره عندنا، عايزين يبوظوا سمعتنا ويبوظوا سمعه اسوان ومحافظتنا الجميله. فده كل اللي بتكلم فيه ان انا بحافظ على بلدي واسوي بلدي ضيلت فيه يا بني ادم، اطلع وشكك في السوداني عنه بدون غلط ولا اساءه لحد. اهي كلمه واحده بس قلتها انا، كلمه واحده ان السودان تبع مصر، هشتوا وزعلتوا وشغالين شتايم بالام وبالبتاع، يا راجل ده علي الطلاق، احنا لينا جنة ان احنا مستضيفين ناس قذره بالطريقه دي مع كامل احترامنا للشعب السوداني المحترم اللي قلنا خليهم على جنب، دول على راسنا، دول يقعدوا ويشربوا وياكلوا في مصر والمعززين محترمين، انما المرتزقه جديد الاصل الخاين ولا اللي بيسوق عيش ولا ملح ده ماليه غير الجزمه والله العظيم، ولا انت ولا عمر ولا قبيلتك ولا عيلتك ولا دولتك ولا العالم كله يقدر علي الطلاق بالثلاثه يدفع علم فوق اسوان ولا فوق مصر كله. علي الطلاق بالثلاثه يا اولاد المراه، المرتزقه الكلام المرتزق، علي الطلاق من بيت واخوك يا ليسي، ابول عليك وابول على الكلام اللي جرب جابوا اسوان كلها، خلص الكلام، يلا يا ابن الحقير منك له.